أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين. إخواني أخواتي المغاربة الأعزاء، أينما كنتم وأينما وجدتم، تحية لكم كبيرة من هذا المكان واحتراماتي الكاملة. تحية للجنود المغاربة خاصة، وتحية لجنود العالم كامل عامة. أولا وقبل كل شيء، هانئا المنتخب الوطني المغربي ل 3-0، ومع مالي خرجوا بالتعادل، والاغلبيه ديال المغاربه كيكلاشيو الكراكي على اساس ماشي مدرب، تشكيله ما تشكيله كلشي كيفهم. هو الهدف كامل هو ان بزاف د الناس اللي خاسرين في الكينينا، في كواترو وفي التوتو فوت الى غير ذلك من مسائل والوسائل ديال القمار. بنادم خساره اوتوماتيك يقول اي حاجه. المهم تهانينا للمنتخب الوطني المغربي. ثانيا كنشكر كاع المتتبعين واللي اشتركوا في هذه القناه، واي واحد تفاعل معنا او شارك باي حاجه او شاهدنا او الى غير ذلك. المهم كنشكر كل شيء، وكنتمنى لهم التوفيق في الحياه ديالهم، وكنتمنى لهم مسيره موفقه، والله يعطيهم على قد النيه ديالهم في القلوب ديالهم. الميساج ديال اليوم اللي بغيت نعمل هو على بزاف د الناس اللي كيكون عندهم الغضب. هاد لا جونيس اللي طالعه كما عارفين شي بزاف ديال الحوايج، وكي يتسرعوا في شي حوايج اللي كيوصلوا فيها رجال الامن، وكتكون عندهم متابعه قضائيه اللي كيوصلوا فيها حتى للقضاء. اسمع اخي العزيز واختي العزيزه، يعني الا شتي راسك عادي تكون عندك شي متابعه ولا الانسان عيهود يديكلاري بك، فمن الاحسن الا كنتي متسامح او متسامحه، فمن الاحسن تكون مسامح وتبدل الساعه بساعه وتمشي بحالاتك، هي احسن. ولا شي غير ذلك فمن الاحسن تكون انت هو الشاكي، ما تكونش انت هو المشتكي به. هذه من جهه. يعني الانسان ملي كيوصل الامن والقضاء وهذه راه عين مخاطر، مخاطر د الوقت، مخاطر د الفلوس، كيتولي فيها المحامي، كيوليو فيها المهم بزاف ديال الحوايج، وتسمع هضرات ما يعجبوكش الى غير ذلك من الحوايج. راه اغلبيه كيعرف هذا الشيء هذا. والميساج ديالي هو الانسان ما يوصلش تيطيح في هاد مشاكل بحال هكا. وعلى ذكر هاد الميساج هذا غنعاود واحد القصه ديال واحد السيد كوماندار، كوموندون دو غارد رويال، يعني كوماندار ديال لا غارد رويال في الرباط. والسيد هذا راه من طبيعه الحال تلاقيته وجلست معاه، راجل طيب، يعني على حسب المعرفه ديالي في ذاك اللقاءات اللي جلست معاه، راجل طيب، داخل سوق راسو، ما كيهضر مع اصلا ما كيهضر مع حد، وكيفكر غير في المشكل اللي وقع فيه هو. يعني حتى السيره ديالو اوتوماتيكمون غتكون في الزنقه هكا كانت عامله. يعني هو ما عندوش شي مسؤوليه كبيره اللي عادي يشغل فيها راسو كدا. هذاك عنده كوموندون سيبيريور دا غارد رويا، كيطلع رباط كيشبر بيرو، كيبقى جالس بيرو كيقضي الوقت ديالو كيمشي بحالاتو. هذه معروفه. فبغى يدخل واحد ولد ديالو، كينتسبوا هاد الناس هادو كينتسبوا مدينه سلا. يعني بغى يدخل ولدو، صدق داك ولدو ما عندوش ليسبري ميليتير كاع، ما باغيش لارمي وما عندوش ليسبري ميليتير. ما راه بحكم ان السلاويين والرباطيين راه واخا ما مدوش لارمي راه بحال عايش معاهم، لان الرباط تقريبا كل عسكر، كل جنود، كل جدارميه، كل المهم مخزن ديال المغرب العاصر ديالو محطوط في الرباط. هذه من جهه. والقائد اركان الحرب العامه من طبيعه الحال راه معروف صاحب الجلاله، راه هو في الرباط النيت. هذه من جهه. فناض هذا السيد هذا بقى كيفكر شنو يدير ولدو، ما خصوش يخليه بلا خدمه، بحكم انه راه كيسمعوا الناس كتسمع الهضره، باك كوماندار وما عامل لك والو وحقار. نتوما كتعرفوا العقل المغربي كيفاش كيفكر. فالسيد فكر حتى هي بالموافقه د ولدو الاسره ديالو، قال عرفتي شحال نعملوا شنو نعملوا، غادي نفتحوا واحد المقهى هنايا ويقابله هو. مزيان. الدري عجباتو هاد الفكره هادي،
وبالفعل قام بالاجراءات وفتح المقهى، وبقى مقابله هذا الولد. هذا الولد عنده شعبيه كبيره، كنعرفو حتى هو، لا هو لا بواه، جلس معاهم بجوج. عنده واحد الشعبيه كبيره ومبشوش ومقبول، يعني وحركي، ومهم كان خدام مزيان في القهوه، كان خدام مزيان وغادي مزيان. كيتحاسب مع بواه، كيدعي النصيب ديالو، المهم غادي مزيان. حتى جا واحد النهار اللي هو نهار الموعود، كما كيتسمى نهار الموعود. واحد السيد اللي كيعاودوا عليه الناس بانه يعني عنده سمعه سيئه، منحرف، عنده سوابق عدليه، باسل، العربيه باسل، وكيبسال على الناس. راه فالانسان ملي كيشوف راسو كيبسال وكيبسل على الناس وما كيدير مع حتى واحد شي حاجه في المنطقه اللي كيكون كيسكن فيها، فالناس كتجتنب المشاكل ربما كيوقروا الوالدين، وهذه هو كيجيب له الله بان الناس خايفانه منه. هذا هو المشكل اللي كيوقع بزاف ديال الناس. ومي كيجي في الوقت الصحيح، في الوقت ديال المعقول، عاد كتبان له الحقيقه، عاد كيفهم بان راسو كان كيخربق وبزاف ديال الحوايج كيبانوا له اللي ما كانش كيفكر فيهم في الوقت اللي كان خصو يفكر فيهم. ماشي مشكل، هذه من جهه. هاد السيد هذا باسل ومعروف في داك الحي هذاك، ودائما كيدوز على حساب الذكر ديال هاد الدري اللي شرب القهوه، كيعاود بان هاد السيد هذا باسل، ومرارا وتكرارا جا ونقار، ومهم عنده المزاج ماشي هو هذاك، وباسل وكيقول قبيح وما عرفت شنو، ولكن كيدوزالو هو. راه هذا اللي مقابل القهوه راه مقيد به، ماشي ما مقيدش، ولكن بحكم ان السكنه عندهم هما فوق القهوه، وبحكم ان بواه علاش فتح له القهوه وعلاش هذه على حساب داك البساله باش ما يديرش المشاكل، باش ما يوصلش. مع العلم ان داك الوقت هذه السلا كانت صعيبه، في ايامات سوق الكلب وفي ايامات القباح، هاد السلا توصح. المهم كان كيدوز له بزاف ديال الحوايج، كيدوز ما المهم ماشي مشكل، ما كيدير راسو ما على بالوش هو كاع، وكدوز الامور هي هادي. حتى واحد النهار هذاك السيد طالع سكران بسال بحال ولف، يعني كان جاي كنغوت عاديه بحال الطباع على داك الشيء هذاك، وصحاب له الناس عالطبع معاه. حتى جا داك النهار هذاك اللي هو النهار الموعود، مع داك القهوه عندهم في الباب عندهم واحد جوج ثلاجات ديال التيربوشون المناضه. طلع هاد السيد هذا اللي هو شارب ومفوت وكيقول باسل وعمل حوايج اخرين، هذيك غير البلاصه فين كيسكن كيجي يكمل في داك القهوه. جا المهم دار تيربوشون، واش دار ولا ما دارش الله اعلم. المهم كيقول بان دفعت انا 5 دراهم وما خرجت لي شي كوكا، باغي كوكا. الاول بداها بالسب والشتم، بدا كيغوت كيسب كيشتم والشفاره وهادي وكوماندار ما عرفت شنو، كيدخل ويخرج في الهضره ماشي هذيك. استغفر الله العظيم. خرج عنده اللي مكلب القهوه اللي هي المقهى، قال له ودي شوف بلا ما تغوت بلا ما دير حتى شي حاجه، قال له ها 5 دراهم ديالك ونزيدك مناضه، عا سير بحالاتك. علاش كتغوت دابا وعملنا هاد التبهديله ودايما مالك اصاحبي؟ واش حقرتينا؟ واش بان لك حنايا ماشي دراري ولا شني بان لك حنايا؟ وما كنعملوا لك حتى شي حاجه، راه هادشي هذا الناس كامله شاهده فيك بان انت سيد زاد سخن، زاد كيغوت زاد كيسخون. ماشي مشكل، شنو غادي يعمل؟ صبروه الدراري قالوا له دخل ما تديش عليه، خليه راه سكران دابا، ما كتعرفوا الهضره المغاربه، راه سكران ما تديش عليه، حقه ما حقه. هو من شاف الدري دخل زاد سعار وبدا كيضرب في داك الثلاجه، كيضربها برجلو، دخل فيها ودخل فيها ودخل فيها، يعني بزاف د المرات اللي بدا كيضرب في داك الثلاجه هذيك، وانا الدين دمكم والله تعطيوني والله ما عرف شنو. المهم شي حوايج البساله وصافي. بواه سمع الصداع، من سمع الصداع طلل من الشارجه النافذه ديال المنزل، طلل هكا على القهوه، جوار السيد كيغوت. مالك اولدي ياك لاباس؟
والدين امكم نتوما شفاره وكوماندار هبط لعندي. شاف الكوماندار ماشي، هو هذا الكوموندو هذا ماشي د المشاكل وماشي د الهضره باسله وماشي بزاف د الحوايج. لبس عليه باطا، قال لعل وعسى يسمع ليه، هو راجل اجي. هود من القهوه، خرج في وسط القهوه، عندهم باب خرج في وسط القهوه. خرج ولدي قال له شوف راه نعطيك ديالك ونعطيوك المناضه ديالك، علاش هاد البساله بزاف؟ علاش دابا كتغوت؟ ما وقع حتى شي حاجه. السيد من شاف الناس كتبراكي داك الكوماندار وولدو كيدخلوهم كيجروهم، زاد سحاب له الناس خايفانه منه، زاد دخل في وسط القهوه، يعني عنده هجوم وعنده مهم. هو مكان عمومي، ولكن مادام بديتي صداع فكي تما راه هاجم على الناس. مبقاتش القهوه، ما بقاتش، راه هاجم عليا. هاجم والله تندير وعنضرب، بدا كيسيف الكراسه القراعي، راكم كتعرفوا القهوه كيفاش عامله، بدا كيبين راسو. والهضره عيم الصمته لتحت. السيد طلع له الدم، داك ولدو طلع له الدم، عيا كيصبر، فقد السيطره ديالو، خرج كيجري هكا، داك الجريه اللي جرى يعني كان ماشي ضربو. قال له مالك كتغون انت من الصباح كدا، وهادي واحد عمل له بحال هكا. الاخر دهشر. هادي راه عيش شويش الحقيقه اللي شاف، يعني ما تضرم ما والو. الخلعه ديالو رجع الله، كيتجمع مع واحد الكرسي، كيجي بواحد الكابال خايب، جا على هادي ديالو، فكانت طايحه ديال النوم العميق. ناض صداعنا هاد المشاكل، وهانتوما كتشوفوا هكذا، واخا كاينه الشهود، واخا كاينه المشاكل، الناس اللي كانوا جالسين تما كذا. من بعد قال لك تقريبا شي مده ديال شي ساعه والصرف، عاد جات لومبيلونس. ذاك الوقت ماشي دابا، ما دابا عاد كتعيط كتوصل. جات لومبيلونس، هزو السيد، ما كملاش شي واحد 36 ساعه السيد توفى. ها هو توفى هنايا، ها هو سبب للناس في المشاكل، العائله ديالو. وهنايا هذا هو الميساج اللي بغيت نوصل. يعني كون كانوا هاد الناس ذكيين، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. يعني هاد السيد هذا ما كخصهم يعملوا معاه والو، كخصهم يتسناو البوليس يجيو يديوه صافي، باش بنادم عيتجنب بزاف الحوايج. اللهم تسنى 4 سوايع ولا تمشي تسنى 20 عام و30 عام، غير باش يفهمني بنادم شني القصد ديالي من هذا الميساج هذا. فالشهاده ديال الطبيب كتاكد بان كدحه في الدماغ ادت به الى الوفاه. رانا نشوفوا هاد الكدحه كيفاش جاتو. الاب اش كيقول؟ الصراحه، والابن كيقول الصراحه، ولكن ضابطه وربما حتى الشهود اكدوا بان ضربوه، يعني دفعوه وما عرفت شنو. دخلوا فيها تحقيق، محامي من طبيعه الحال، والنتيجه كانت في 10 سنين الواحد. 10 سنين الاب اللي هو كوماندار ديال لاكارد رويال، و10 سنين الابن ديالو اللي كان مقابل المقهى. من طبيعه الحال محكمه عسكريه ما فيهاش شي الاستئناف، فيها النقد والابرام، فبقاو في الثابت في 10 سنين 10 سنين. هاد الناس هادو كنت كنجلس معاهم، يعني ماشي ديال المشاكل، ماشي ديال الاجرام. كوماندار لا عمرها دار من الهضره ديالو هادي، باين انسان مخلق وطيب، ولكن كيقول الفم ديالو بان المؤمن مصاب. صافي، هادي هي الهضره اللي كيهضر بها، ويهضر معاك فشي حاجات هكا. الابن ديالو باقي شاب، يقول لك انا باقي صغير ندردك عليها وخرج ديك الهضره ديال السجن، ولكن راه في الداخل ديالو مسكين، راه لا حول الله ولا قوه الا بالله. هذا هو الفيديو اللي بغيت نعمل، وهذا هو الميساج اللي بغيت نوصل، باش الانسان ما يوصلش لشي حوايج اللي لا تحمد عقباها. والانسان من طبيعه الحال يجتنب، يدير زيرو بليا، زيرو بليا كما كيقولوا في هذه، زيرو بليا. ما يكمي، ما يتعشش، ما يكمي كيف ما يشرب، ما يتقرقب، ما والو. يعيش بالعقل السليم في الجسم السليم. عمر ما كان العقل موسخ في الجسم السليم، او لا العقل سليم في الجسم موسخ. راه كيكون العقل سليم في الجسم السليم. باش كيكون الانسان يعطي في الحياه ديالو ويصبر في الصغر ديالو، باش يجبر المزيان في الكبور ديالو. وهذا هو الميساج اللي بغيت نوصل، وهذا هو اللي بغيت الفيديو اللي بغيت نعمل. وتحيه لكم كبيره، وكنشكركم بزاف على المتابعه، وعلى لي لايك ديالكم، وعلى لي كومونتيرات، وعلى المشاركه. وتحيه لكم كبيره، واحتراماتي الكامله، وشكرا بزاف.